تعرف ان اسنانك زي صحتك بالظبط، مش لازم نستنى ان احنا نتوجع عشان نهتم بيه، لان ببساطة الألم هو اخر مرحلة في المشكلة مش اولها. ومن هنا ظهر طب الاسنان الوقائي اللي بيوفر عليك تكاليف ومجهود وعلاجات معقدة، لانه ببساطة عبارة عن اي خطوة انت بتعملها عشان تحافظ بيها على اسنانك واسنان طفلك، عشان يمنع المشكلة انها تحصل او يمنع انها تتطور. هديك مثال بسيط، زي ما تكون بتبني بيت، بدل ما تهتم باساساته بتستنى لما يبوظ ويبقى مليان تشققات عشان تبدأ تصلحه. وعشان كده طب الاسنان الوقائي بيبني اساس سليم لاسنانك واسنان طفلك. البداية طبعا من غسل الاسنان مرتين في اليوم بانتظام بفرشة ومعجون مناسبين، اهم واحدة فيهم هي قبل النوم. وعشان الفرشة ما بتوصلش لكل الاماكن، فاستخدام الخيط الطبي اللي هو الدنتال فلوس مهم جدا عشان ينظفها. فاستخدام الدنتال فلوس مش رفاهية، هو اساس في روتينك اليومي. طب والاطفال؟ الاطفال عناية باسنانهم بتبقى مسؤولية الاهل، هم المسؤولين عن غسل اسنانهم اللي بتبدأ من اول يوم رضاعة. ايوه، من اول يوم رضاعة. من اول يوم رضاعة لازم تبدأي انك تنظفي اللثة بتاعة الطفل من بقايا اللبن الموجودة فيها، وده عن طريق حاجتين، يا اما تلفي شاش على صباعك وتبدأي تمسحي لثة الطفل، او انك تستخدمي الفينجر برش بس تهتمي بنظافتها بعد كل استخدام. وده بيحمي الطفل من مشكلة خطيرة جدا وهي تسوس الرضاعة. تسوس الرضاعة بيكون سببه ان اللبن تراكم حوالين الاسنان اللبنية وهي لسه بادئة تطلع، فبالتالي بتسوس قبل ما تطلع كلها. الام بتفتكر ان ده نقص في كالسيوم او فيتامين دي، بس ده كان اهمال منها من الاول. الطفل في الحالة دي بيعاني من تسوس شديد خصوصا في الاسنان العلوية، وصعوبة في الاكل، والم شديد، وتدهور في الحالة الصحية. وللأسف علاجه بيبقى صعب جدا تحت البنج الموضعي، عشان كده بيحتاج بنج كلي. لما الطفل بيبتدي يكبر شوية وتقدري انك تتواصلي معاه، بنبدأ نستخدم الفرشة والمعجون. المعجون بيكون مخصص للأطفال، طعمه مقبول بحد ما. لما بيكبر شوية ويعدي 3 سنين بنزود كمية المعجون اللي بتبقى قد حبة البسلة. لما الطفل بيبدأ يغسل سنانه بنفسه، الأهل مش المفروض ان هم يسيبوه، لازم يتابعوه عشان يتأكدوا ان هو بيغسل أسنانه بطريقة صحيحة. بس هل العناية بالأسنان بتقف عند التنظيف بس؟ طبعا لا. اتباع العادات الصحية في الأكل بيفرق كتير في صحة الأسنان، زي مثلا إن أنا أشرب مياه كتير. تقليل الحلويات والمشروبات الغازية بيحمي طبقة المينا من التآكل. كمان الأكل المليان ألياف زي الخضار والفاكهة مهم جدا، لأن الألياف اللي فيه بتبقى شبه الفرشة اللي بتنظف السنان بالظبط. مع كل الاحتياطات دي بس برضو في حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها، عشان كده زيارة الطبيب بصفة دورية مرة على الأقل كل 6 شهور مهمة جدا ليك ولطفلك، لأنها بتساعد إن احنا نكتشف أي مشكلة صغيرة قبل ما تكبر، وده بيقلل عليك جهد وتكاليف وعلاجات معقدة. زي ايه؟ زي التسوس البسيط اللي لما بنحشيه بنتفادى ان احنا نعمل حشو عصب او خلع، وزي التهابات اللثة البسيطة او تراكم الجير اللي انت ممكن ما تشوفهوش، اللي مع الوقت ممكن يعمل لنا تآكل في العظم وفي الاخر انحسار في اللثة وتلاقي جذور السنة باينة. الفلورايد هتسمع عنه كتير في المعجون، في الغسول. الفلورايد مهم ان هو يقوي طبقة المينا اللي موجودة في الاسنان ويخليها مقاومة اكتر للتسوس. عشان كده الدكتور بيقدم جلسات فلورايد مركزة من 2 ل4 مرات في السنة للطفل على حسب حالة كل طفل. كمان بيقدم الحشوات الوقائية، وعشان نبسطها السنان الخلفية عند الأطفال دايما بتطلع مليانة شقوق كتير بيتراكم فيها أكل وبكتيريا وبيخليها عرضة أكتر للتسوس. عشان كده دكتور الأسنان بيستخدم الحشوات الوقائية اللي فيه منها شفاف وفيه منها نفس لون الأسنان عشان يمنع السنان دي إنها تسوس. كمان دكتور الأسنان بيتابع نمو الأسنان والفكين بتوع الطفل، ولو لاحظ أي مشكلة بيتدخل بدري، لأن التدخل بدري بيكون أحسن بكتير من إن نستنى إن العظم يكمل نموه. وبرضه قادر إنه يكتشف العادات السيئة بدري، زي مص الأصبع، زي التنفس من عن طريق الفم، عض الأظافر. كل دي عادات سيئة مش بس عادة بتأثر على نمو الفكين بطريقة صحيحة. دايما بتلاقي إن الفكين مش قافلين على بعض، ولما بيكبر بيحتاج تقويم، بياخد وقت أكتر، مجهود أكتر، فلوس أكتر. تقدر تحجز ميعادك عند مركز الطارئ اللي بيوفر ليك ولطفلك كل أساليب الوقاية والعلاج اللي اتكلمنا عنهم، عشان يضمن لك ابتسامة حلوة لسنين كتير.